السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديال بيبول اللي هي مقاولة متخصصة في تربية الدواجن والتفقيس. بعد ما شاركت معكم مجموعة ديال الفيديوهات اللي ما كنتش كنعلق عليها صراحة صوتيا، ارتأيت وبترشيح تشجيع بعض الإخوة قالوا لي أنني نبقى نعلق على الفيديوهات. لذلك رأيت أنني هذا الفيديو يكون أول فيديو غادي نعلق فيه بالصوت ديالي. هذا الفيديو من داخل الحضانة اللي هي مصنوعة بالتابوت. راه كيف ما كتشوفوا الجدران أنها تابوت، وضربها بالجير باش ديك البكتيريا والميكروبات ما تعشش هي في الزوايا، يعني في القناة ديال الحضانة. حاولت أن الحضانة تكون صغيرة، كتهز 1000 فركوس، يعني كيعيش بخير، يعني مزيان. كاينه واحد السخانه ديال البوطه، وداير البوله على يد، بوله اقتصاديه، وداير السخانه اللي هي سخانه ديال البوطاغاز. كيف ما كتشوفوا هذا الفركوس ديال الفيومي وكيتناول تبارك الله الوجبه ديالو. غير باش نحيط لكم علما ان الماكله ما كتحبس عليه لا ليل لا نهار، دائما الماكله موجوده. وفين ما يخواو الوكاله ديالهم كنعمروها بالديماراج. انا كنستعمل العلف الصحي بحكم انني جديد في هذا الميدان ديال الدواجن. مجموعه ديال الاخوان نصحوني بهذا العلف ديال العلف الصحي، الحمد لله مزيان. الوكالات كندير فيهم هاد الديماراج، وعندي دوك الشرابات الصغار كنعمرهم بالماء، والماء خصو يكون دافي، يعني ماشي يكون بارد بزاف. الا كان بارد يقدر يأثر على الجهاز التنفسي ديال القطيع ديال الفراخ ويموتوا. ورغم ذلك كتكون واحد النسبة ديال الوفيات. إلا كان هذاك البيض كامل، يعني البيض كبير تبارك الله والأمهات والآباء صحاح مزيانين، راه النسبة ديال الوفيات كتكون قليلة. ولكن بما أنني البيض ديالي أنا والقطيع ديالي يلاه بدا كينتج البيض، فأكيد كتكون واحد النسبة ديال البيض صغير. الأم كتكون باقا صغيرة يلاه تبدل جينيا، يعني مازال ما كملاتش الدجاجة، فطبيعيا ان البيضة قد تكون غير كاملة، وبالتالي عندي نسبة ديال الوفيات في هاد القطيع كاينة كبيرة. وانا عارف علاش، لان الدجاج ديالي بقى العتوة كتبيض، باقي الفرخ صغير، وكنت متوقع انه غيموتوا لي الفراخ. لكن تبارك الله اغلب الفريخات يحمد الله صحاح تبارك الله وبخير. كاين عندي هنايا الفيومي الفضي، الفيومي الذهبي، كاين عندي لي جورن الابيض والاسود، كاين الاسترالو بالاسود، وكاين عندي واحد الدجاجات ديال لي زابراون، يعني الدجاجه الطوسيه. كنت كنجمع البيض ديالها، واخا بزاف ديال الاخوان قال لي راه البيض ديال لي زابراون ما يخرج ليكش، راه البيض راه الدجاجه ما كتفقس ما والو. شديت البيض ديال لي زابراون درتو مع البيض العادي وخرج لي تبارك الله الفرخ. كاع البيضات ديال لي زابراون كلهم تبارك الله خرجوا، يعني كلهم فقسوا. هاد لي زابراون ملقحه من الفروج ديال الفيومي الذهبي، يعني دجاجة عادية تاكل مع الدجاج الفيومي، تلقحات بالفيومي الذهبي. وكنشوف واحد القضية ان الخصوبة كتكون زايدة عند الفيومي الذهبي اكثر من الفيومي الفضي. المناعة كذلك ديال الذهبي كتكون احسن من المناعة ديال الفضي، مع العلم ان كليهما يعني مناعته زوينة، لكن الذهبي كتكون المناعة ديالو زايدة. الى جا مثلا شي مرض ولا شي حاجه كيمرضوا اغلبيه كيمرضوا الفيوم الفضي. الذهبي كيقاوم اكثر، ما كيبانوش عليه الاعراض والحالات ديال المرض. نتمنى منكم انكم تبارطاجيو بحال هاد الفيديوهات.